هنجرب النهارده احدث ترندات بلبن. ماتيلدا كيك يا جماعه، شكلها مغري جدا. هي ايس كريم فيه تشوكلت شيبس وعليها قطعه كوكيز وعليها قطع من التشوكلت كيك وكمان كميه من صوص الشوكلت. شكلها بجد يجنن قوي وحان موعد تيست. يلا بينا ونقول بسم الله. انا اول مره ادوق الكوكيز بتاع بلبن، حلوه قوي 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 ومقرمشه جدا والدارك شوكليت فيها كويس. هندوق بقى كل ده بقى براونز بكده. بسم الله. طعمها حلو. الايس كريم اللي الشوكليت اللي مستخدمينه الكواليتي بتاعته عاليه قوي. البراونز لوحده خالص، لا هو مش براونز، هو كيك شوكليت عادي خالص، وفيها كمان ايس كريم وفيها تشوكليت شيبس. تركيبه بصراحه كلها حلوه. صوص الشوكليت، صوص الشوكليت شيبس. اختراع ماتيلدا كيك عجبني جدا جدا بجد، خطيره ما ينفعش تفوت. ناشفيل شكلها يومي قوي. ما عادش بينزل معاها صوص الراسبري، بقى بينزل معاها اي صوص تاني، تشوكليت، كندر او اللي انتوا عايزينه. فانا اخترت الكندر ده. المارشميلو بتاعهم هنسيبه بس عشان بدا يسيح. شكلها يجنن وحجمها حلو قوي بصراحه. يلا ندوق ونقول بسم الله. البريدنج اللي هم عاملينه طعمه خطير لان فيه صوص راسبري وكرانش كده، بجد تحفه. طعمها حلو قوي. دي الفرايز يا جماعه، هي عندهم اللي هي مارشميلو، هنعملها ديبنج كده. مارشميلو حلو. التجربه برده حلوه ومميزه. كانت اخر اختراعات بلبن، الناشفيل والماتيلدا كيك شوكليت. جربوها وبون ابيتي.